هاد الكرغولي الاسم ديالو جزائر الشهداء. هنا في فرنسا كيقولوا عليهم طوبات. نتوما رجال نتوما، عوض ما تضيع الوقت ديالك كتكتب في التعليقات لسيادك، روح جيب جدك دفنو يا المدلول. نتوما تهضروا على الريافه اللي كيوصلوا ليهم كلشي حتى للدار. انت راه خصك شي حاجه، خصك تمشي تشد الطابور نهار كامل باش تجيب شكاره ديال الحليب. يلا سد الباب وراك. محمد، وشنو العلاقه ديال جباله بهذه الجمهوريه؟ وشنو العلاقه ديال منطقه الشرق بركان ووجده وباقي المناطق بهذه الجمهوريه الوهميه؟ وشنو كان الدور ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي امير المجاهدين في الريف المغربي؟ كنطلب من خوتي المغاربه اللي كيشوفوني ولا اول مره شافوني ومازال ما اشتركوش، اشتركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. فالاستعمار الاسباني كان كيتواجد في الريف المغربي، وكان باقي المناطق في المغرب في الوسط المغربي مشغوله بطبيعه الحال مع المقاومه ضد المستعمر الفرنسي. معركه انوال نقطه فارقه في تاريخ مقاومه محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث الحق بالجيش الاسباني هزيمه نكراء ونكل بهم. هنا اسبانيا غتستنجد بفرنسا، فرنسا جيش الجيوش بطبيعه الحال باش تساعد اسبانيا، لانهم جوج ديال القوى استعماريه الهدف ديالهم استغلال خيرات المغرب. تخيلوا معايا شكون كان القوام ديال الجيش الفرنسي الذي ذهب للريف لمساعدة الجيش الإسباني في قتل الروافة. هذه الرسالة غتوضح لكم كلش. رسالة محمد بن عبد الكريم الخطابي للجزائريين. هذه رسالة غتمشيو غتلقاوها في السيرة الذاتية ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهذه الرسالة اللي كيوجهها الجزائريين اللي قتلوا الروافة المغاربة بشهادة خالد نزار الذي كان أبوه أحد الجنود الجزائريين في الجيش الفرنسي الذي قتل الروافة المغاربة. رسالة غتمشيو غتلقاوها في السيرة الذاتية ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهذه الرسالة اللي كيوجهها الجزائريين اللي قتلوا الروافة المغاربة بشهادة خالد نزار الذي كان أبوه أحد الجنود الجزائريين في الجيش الفرنسي الذي قتل الروافة المغاربة. والدك سيد نزار عمل في المجموع 15 سنة في الجيش الفرنسي، وتحصل على ميداليات عسكرية أيضا من الجيش الفرنسي. خلال هذه الفترة حسب بعض المعلومات التاريخية شارك مع قوات الجيش الفرنسي في عمليات عسكرية في بعض الدول العربية. وجدت أنا لما كنت أبحث في هذا الملف دولا مثل سوريا والمغرب. هل شارك والدك مثلا في أحداث ثورة الريف في المغرب في 1923؟ ممكن، لأن في هذاك الوقت كل الجزائريين كانوا يدعوا بلي كانوا داخل الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي كانت عنده مشاكل هذيك الوقت في سوريا وفي المغرب، وخاصة في المغرب في جهة الريف. ففي جزائريين اللي عداو مروا على الريف، وممكن الوالد مر على الريف سوريا مانيش عارف، ولكن على الريف لأن ما بقاش كثير في الجيش، بقى حوالي 15 سنة في الجيش. وبعد خرج في تقريبا في سنة 31 تقريبا، لأنه عمل غير 15 سنة. واضحه الامور اخواني اخواتي الكرام، وغنزيدوا نتاكدوا من هذا المعطى هذا بطبيعه الحال في الراي ديال ناصر الزفزافي ابن الريف المغربي. شاء من شاء وابى من ابى، رغم انه يقبع في السجن وحكم ب20 سنة سجنا، إلا أنه لا زال وفيا لمغربيته، ويعتبر بأن المملكة المغربية موحدة بأراضيها وأبنائها. كنتمنوا إن شاء الله إطلاق سراح ناصر الزفزافي وباقي مناضلي حراك الريف بطبيعة الحال. شوفوا ناصر الزفزافي شنو تيقول على كابرانات قصر المرادية. إلى الجحافل أو مرتزقة المسمى البوليزاريو، شاهدتم بأم عينكم كيف أن أحد المرتزقة من ما يسمى جبهة البوليزاريو الوهمية يستخفون بالشلوح بين قوسين، يستخفون بالشلوح بين قوسين. أين كرامة إخواننا؟
من يدافع عن من أهانوا كرامة إخواننا. وظهر أحد المرتزقة وهو يسب شلوح، في إشارة منه كون أن شلوح بين قوسين في الجيش. لا زالت الدولة المغربية تمارس الدبلوماسية مع جارتنا الجزائر، ما زالت تقول نحن جيران وكذا وكذا. نحن نقول لا، شعب الجزائر، ولكن جنرالات الجزائر وحكام الجزائر مفسدون، إرهابيون، مجرمون، قتلة، لصوص. واضحه الامور، امور واضحه بطبيعه الحال. اذا اخوتي المغاربه كنتمناو نهزوا يدينا وندعيو مع ناصر الزفزافي وباقي ابناء الريف البرره، وما خصهمش يبقاو في السجون. ونناشد الملك محمد السادس نصره الله ان يخرج ابناء الريف من السجن ويعيدهم الى عائلاتهم وذويهم سالمين غانمين، ويعوضوا عن سنوات السجن التي مروا بها. دابا اخواني اخواتي الكرام، من بعد ما بانت الحقيقه ديال نظام كبرانات الجزائر في دعمه لمرتزقه الريف، غادي نشوفوا الاسباب اللي خلاتهم يمشوا في هذا الاتجاه هذا. واش هما بهذه الطريقه كيستفزوا المغرب ولا غادي يلحقوا الضرر بالمغرب؟ بطبيعه الحال لا. فالمغاربه انا غنقولها لكم اخوتي، خاصكم تفتخروا بهذه الرايه هذه الرايه كتمثل المقاومه الاسلاميه المغربيه في الريف المغربي. هذه الرايه رايه امير المجاهدين محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي كان يشتغل تحت امره السلطان المغربي. يعني هذه الرايه كانت تحت الامره ديال هذه الرايه بطبيعه الحال بدون نقاش. اذا رايه الريف تمثلنا كشعب مغربي ونفتخر بها، ليست رايه سياسيه، بل رايه تعبر عن الجهاد والنضال، كما كانت الرايات ديال الجيوش الاسلاميه في الفتوحات الاسلاميه. كانت عده رايات ترفع في الجيوش الإسلامية، رايات تعبر على روح الإسلام، روح الجهاد، وروح يعني نشر تعاليم الدين الإسلامي. من بعد ما تدخل الجيش الفرنسي مع الجيش الإسباني قدروا أنهم يتغلبوا على مقاومة الريف المغربي، واستسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي ليس خوفا بل حقنا لدماء الريافة في الريف المغربي. يعني يسلم نفسه للجيش الفرنسي. فرنسا نفاتوا في إحدى الجزر البعيدة في المحيط الهندي. من بعد بعض السنوات قررت فرنسا، أظن سنة 1946، أنها ترجع لفرنسا باش يكمل المنفى ديالو تما. في طريق العودة وقفوا في مصر، فطلب اللجوء السياسي في مصر واحتضنته مصر. هنا السؤال المطروح، واش هنا كانت نهاية مسار محمد بن عبد الكريم الخطابي في النضال والجهاد ضد المستعمر؟ لا بطبيعة الحال، لأن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان كيحلم مغرب عربي كبير، كان كيحلم بخروج المستعمرين من جميع بلدان المغرب العربي الكبير. وهنا غتجيه الفكرة ديال تأسيس مكتب المقاومة في المغرب العربي. هو اللي أسس هذا المكتب وسماه بهذا الاسم هذا، المغرب العربي. هنا غادي تكون الرسالة واضحة لهذه المرتزقة ديال الريف اللي كيبغيو ينفيو العروبة من محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهو من أسمى المكتب الذي أسسه بمكتب المغرب العربي لمقاومة المستعمر. كيقول محمد بن عبد الكريم الخطابي في التعليق ديالو على فكرة تأسيس هذا المكتب وكيفاش احتاجته، من بعد طرح الفكرة على رؤساء أحزاب مغربية ممن خابرتهم أي ممن أعرفهم، فباركوا الفكرة، قالوا بأنها فكرة عظيمة جدا وستفيد المقاومة ضد المستعمر. فتم إنشاء هذا المكتب وبقى كيمارس وبقى كيكمل في طريق النضال والمقاومة ديالو ضد المستعمر في بلدان المغرب العربي الكبير من مصر إلى أن توفى سنة 1963. إذا انتم كتقولوا بأنه أسس الجمهورية وكان الهدف من الجمهورية الاستقلال على المغرب، ولكن هدف تأسيس جمهورية